الصورة اللي قدامكم دي لأهرامات الجيزة بس من فوق. لو بصيت عليها قوي ممكن يجي في دماغك 3 أسئلة. أول سؤال، ليه 3 أهرامات بس؟ يعني ليه مش 4 مش 5 مش 2 حتى؟ والسؤال التاني اللي ممكن يجي في دماغك، ليه الهرم التالت أصغر بكتير من الهرم الأول والتاني؟ هو ممكن أصلا يكون حجمه نص حجمهم. والسؤال التالت برضو، ليه الهرم التالت مش على نفس محور الهرم الاول والتاني؟ يعني لو رسمت خط بالطول على محور الاهرامات هتلاقي ان الهرم الثالث مبني بعيد شويه عن الهرم الاول والتاني. والثلاث اسئله دول بالظبط اللي جم في دماغ روبرت بوفال. طبعا هتسالني مين هو روبرت بوفال ده؟ روبرت بوفال ده من مواليد اسكندريه، ولما وصل عمره 12 سنه سافر مع اهله لندن وتخرج من هناك وبقى مهندس مدني. طبعا دلوقتي بتقول لي ده ماله ومال الصوره وليه سأل نفسه الثلاث اسئله دول؟ بص، عشان نفهم القصه لازم نعمل ايه؟ هنرجع بالزمن شويه لورا، وبالتحديد عام 1979 لما روبرت بوفال كان وراه شغل في السودان وكان مسافر، فكان قاعد في المطار زهقان، فقرر ان هو يقرا شويه، فبدأ يقرا في كتاب اسمه لغز نجم الشعر للكاتب روبرت تمبل. وهو بيقرا في الكتاب ده لقى قصه غريبه قوي كده عن قبائل اسمها قبائل الدجون، والقبائل دي دلوقتي موجوده في مالي. قبائل الدجون والقبائل دي دلوقتي موجوده في مالي، والقبائل دي بدائيه جدا، بس كان عندهم عاده غريبه قوي من آلاف السنين. والعاده دي انهم كل 50 سنه بيعملوا طقوس ورقصات معينه بتشبه حركه نجم الشعر في السماء. وكانوا بيعتقدوا بالطقوس دي ان هم بيقدروا يتواصلوا مع الموتى. الغريب بقى مش في كده، الغريب ان نجم الشعر ده نجم توأم، يعني نجمين، نجم الشعر ألف ونجم الشعر ب. ونجم الشعر ب ده بيدور حوالين النجم الشعر ألف دورة كل 50 سنة. الغريب في كده ان قبائل الدجون البدائية دي كانت بعلم بالدورة بتاعة النجم شعر ب حوالين شعر ألف، وكانت بتعمل طقوسها في الوقت اللي يتم فيه الدورة اللي هي كل 50 سنة. ودي حاجة من آلاف السنين وهم بيعملوها. برضه هتقول لي ايه الغريب في كده؟ الغريب بقى ان نجم الشعر به ده لسه احنا مكتشفينه من 150 سنة، وده نجم ما نعرفش نشوفه بعينينا، لازم تلسكوب، واول مرة نصوره كان عام 1970. طب ازاي قبائل الدجون البدائية دي عرفت بالنجم ده؟ وهنا روبرت تمبل مؤلف الكتاب قال ان المعلومات دي توارثتها قبائل الدجون من آلاف السنين من القدماء المصريين، وان معرفة نجم الشعر ده لازم نبحث عنه في تاريخ مصر القديمة. ومن هنا قرر روبرت بوفال انه هو يقوم برحلة بحث عن الحضارة المصرية القديمة. وعشان كده أول ما شاف الصورة دي في المتحف جه في دماغه ال3 أسئلة دول. ولما دور في المراجع ليه 3 أهرامات مش 2 أو 4 أو 5، لقى في المراجع إن 3 أهرامات الجيزة دول مدافن للملوك، وإنهم 3 أهرامات خاصة بالملك خوفو وخفرع ومنقورع. بس في حاجة غريبة أوي هو اكتشفها، إن خوفو ليه ابن اسمه جدف رع، وده لقاه باني هرمه في منطقة أبو رواش على بعد 10 كيلو متر من هضبة الجيزة. طب ليه ما بناش هرمه جنب هرم أبوه؟ أكيد هو ساعتها كان ابن عاق، بس لما دور لقى إن في ابن عاق تاني للملك خفرع وباني هرمه في سقارة. طب ليه ما بنوش أهراماتهم جنب أبوهم؟ يعني هو ما اقتنعش بالإجابة اللي في المراجع. ولما راح للسؤال التاني اللي هو ليه الهرم التالت أصغر بكتير من الهرم الأول والتاني، وهنا لقى في المراجع إن بيقولوا إن الملك منقرع كان بنيه صغير عشان يقلل التكاليف، بس برضه هو ما اقتنعش عشان لقى هرم منقرع بيحتوي على عدد كبير جدا من أحجار الجرانيت الأحمر. وأحجار الجرانيت الأحمر دي كانت بتيجي من أسوان، يعني على بعد 1000 كيلو متر، يعني نقله صعب جدا، وتقطيعه أصلا أصعب من نقله، وبكده بقى مكلف جدا. يعني عمل هرم أصغر بس بخامات أعلى وتكلفة أعلى. يعني فعلا لو كان عايز يقلل من التكلفة ليه ما عملوش من الحجر الجيري وخلاص؟ وهنا برضه ما اقتنعش برأي المراجع وراح للسؤال الثالث
اللي هو ليه الهرم الثالث مش على نفس محور الهرم الأول والتاني. وهنا بقى المراجع بتقول عشان جيولوجيا التربة ما كانتش مناسبة للهرم الثالث، لو كان اتبنى كان ممكن ينهار. بس برضه هو ما اقتنعش عشان مفيش حد راح عمل دراسة فعلية للتربة وقال والله يا جماعة هنا لو كان اتبنى الهرم كان فعلا ممكن يحصل فيه انهيار. فبرضه ما اقتنعش بالإجابات اللي لقاها في المراجع كلها، وسنين وسنين قاعد يبحث ويدور على إجابات، مش لاقي خالص أي إجابات. بس الصدفة هنا تلعب لعبتها لما كان بيعمل مشروع في مدينة الرياض، وفي يوم اجازته وخد صحابه وقال يلا بينا نطلع رحلة سفاري في الصحراء. وهو ماشي في الصحراء كان معاه واحد صاحبه على معرفة كبيرة جدا بالنجوم، فروبرت شاف مجموعة معينة في السماء، فشاور لصاحبه عليها وسأله عنها. صاحبه قال له ان دي مجموعة كون من 3 نجوم، بس اصغرهم مش على نفس المحور بتاعهم. هنا روبرت قعد يفكر شوية، ومرة واحدة جاي مصرخ. فصاحبه قال له في ايه يا عم مالك اهدى؟ قال له انا شايف اهرامات الجيزة في السماء. واخيرا لقى اجابة لسؤاله اللي كان محيره لسنين، وهي نجوم حزام اوريون. المجموعة دي بتتكون من 3 نجوم ومعروفة باسم حزام الجبار. وهنا أخيرا روبرت لقى إجابة لكل أسئلته. 3 نجوم متطابقين نسبيا مع أهرامات الجيزة. طبعا ده اكتشاف مذهل، ودي كانت بداية طريقه. ومن هنا روبرت بوفال بدأ يقول لنفسه بدل أهرامات الجيزة متناسقة مع حزام أوريون، ليه ما يكونش في أبنية تانية متناسقة مع أجرام سماوية تانية؟ فبدأ يدرس متون الأهرامات. متون الأهرامات دي بقى هي من أقدم النصوص المصرية المقدسة، ودي موجودة في بعض الأهرامات، وبتتكلم عن رحلة الملك للعالم الآخر. وهو بيدرس النصوص بتاعت متون الأهرامات دي لقى إن في كذا نص بيتكلم عن طريق مائي سماوي، يعني كأن في نهر ماشي في السماء. ولما بحث عن الموضوع ده لقى إن في علماء مصريات كتير بتقول إن الطريق المائي ده هو مجرة درب التبانة. ولو رحنا لمتون هرمس هنلاقي نص بيقول ان مصر هي صورة السماء. ولما بحث شوية عن النص ده لقى ان في علماء كتير بتقول ان هو تعبير مجازي، مش قصده ان مصر صورة لسماء حقيقي. بس روبرت بوفال كان شايف ان هو بيتكلم ان فعلا مصر صورة للسماء، وقدر يوصل ان مصر بنيلها وب7 اهرامات ضخمة هي انعكاس للسماء. نهر النيل هي صورة أرضية لمجرة درب التبانة في السماء اللي بتمثل نيل سماوي، و7 أهرامات على الأرض قدامهم 7 نجوم في السماء نفس الحجم النسبي ومكانهم النسبي من مجرة درب التبانة. هرم أبو رواش مكافئ للنجم سيف. أهرامات الجيزة ال3 مكافأة لنجوم حزام أوريون. وهرم زاوية العريان مكافئ لنجم بلاتريكس. وهرمين بتوع دهشور مكافئين لنجمين القلانس. وبكده يبقى فعلا مصر هي صورة السماء، وإن الأهرامات ما اتبنتش زي ما احنا عارفين ان كل هرم اتبنى لوحده، لا ده اتعمل لهم تصميم مرة واحدة بعقلية واحدة وفي نفس الوقت. زي بالظبط كده ما بنيجي نبني مدينة جديدة بنرسم تفاصيلها كلها بمدارسها بمستشفياتها بالعمارات بتاعتها كلها مرة واحدة. الأهرامات اتبنت بنفس الطريقة، ومن أول يوم كان معروف إن هيبقى فيه 7 أهرامات في الأماكن اللي هي موجودة فيها دلوقتي تحت مشروع واحد، تصميم واحد. بس ممكن يكون التنفيذ خد وقت طويل. بعد بحث طويل قام بيه روبرت بوفال عن متون الأهرامات وعلاقتها بالنجوم في السماء، نشر روبرت
بوفال نظريته في صحيفة علمية أثرية اسمها مناقشات في المصريات، وشاف ان هو كده عمل اللي عليه وربط الأهرامات بالنجوم ووقف عند النقطة دي. فيا ترى فعلا نظرية روبرت بوفال دي حقيقية ولا نظرية خيالية؟ أنا عن رأيي شايف إن هي نظرية حقيقية جدا، وإن شاء الله في الحلقات الجاية هنلاقي فيه مفاجآت كتير. وشكرا ليكم.